السلام عليكم. هاد الكيكة على قد ما بسيطة واقتصادية وسهلة، على قد ما جمعت المحاسن ديال الجنواز والكيك والمولي كيك. المهم الصورة كتحدث على راسها بلا ما نزيد نشرح لكم، ندخلوا مباشرة في الوصفة. اذا على بركة الله باش ناخذ واحد الطنجرة وباش نعمل فيها شويش الماء في القعر ديالها ونخليها كتسخن على نار متوسطة. في هذا الاناء اللي كنوري لكم عندي 6 معالق كبار ديال الطحين ديال الحلويات و6 المعالق ديال الكاكاو المر، معاهم ملعقه صغيره سكر فانيليا وملعقه صغيره عامره ديال الخميره الكيماويه. طبعا الكل عندي مغربل. هنا كنضيف 6 معالق كذلك ديال السكر سنيده البيضه العاديه، انا ما كانتش عندي متوفره هي باش استعمل كاسوناد، وفتيوت الملح وكنحرك النواشف مع بعضها. عاد كنضيف واحد بيضه، عاود 6 المعالق ديال الحليب، 6 ملاعق كبيره و6 الملاعق ديال الزيت بيضه ديال المائده. وهذه هي المكونات. كنجبر واحد لاسباتول وكنحرك بها المكونات ديالي بشكل عادي بسيط جدا، كنحركها مزيان حتى كتنسجم مع بعضها. اذا جاتني قاصحه اكثر من القياس ممكن نضيف واحد الملعقه اخرى ديال الحليب، وكنستمر كنخلط حد ما كنوصل لهذا القوام هذا اللي كتشوفوا. الفكره خاص المكونات تتجانس، كنحاول نجمع ديك التجنيبات ما نخليهمش، وكنوضع ديك الاناء ديالي في طنجره الماء اللي غلات مزيان، كنزلو عيب شويه بالتدريج، كنعمل واحد كلينكس وكنغطي 45 حتى 50 دقيقه وها الكيك ديالي واجده. كنخوي فوق منها بالتدريج حوالي نصف كاس ديال الحليب، مع كنخرجها وهي سخونه وكنخليها تبرد، وكنعمل لها هاد الصلصه الشوكولا اللي حتى هي باش نعمل لكم فيديو خاص بها.